السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا شباكية. غتجي اروع شباكية الا في الشكل ولا في المذاق ديالها. كتجينا معلكة وكتجينا لذيذة وهشيشة 100% وشاربة العسل وبسيطة بالنسبة للتحضير ديالها والتشباك ديالها، خصوصا بالنسبة للمبتدئات اللي ديما كيكونوا كيخافوا من الشباكية. فمن اليوم كلشي غادي يحضرها ان شاء الله في المنزل ديالو. بالنسبه للمقادير ديالها فكيكونوا بساط وكيكونوا في اي منزل. نتوكلوا على الله. بالنسبه لي انا فدرت غير نص ديال المقادير. انا بالنسبه ليا فدرت 600 غرام ديال الدقيق اللي غربلته، فمن الاحسن كلشي غربلو باش ما تلقاوش مشكله وتقطع عليكم العجينه. فخديت 600 غرام ديال الدقيق فغربلته، وخديت نص كاس ديال الجنجلان اللي حمرته، شفتوا اللي حمرته وطحنته وغربلته. ومن الاحسن تخلوه بحال هكا باش يخرج الزيت ديالو، شفتوا. فحاولوا تطحنوه مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم المولينكس اولا الطحانه ما كطحنش مزيان، فملي يطحنوا يغربلوه مزيان. خديت نص كاس ديال اللوز فما محمرش، غير طحنته بقشورو وكذلك غربلته. غادي نحتاج معلقه تكون مع امراش ديال القرفه، غادي نحتاج معلقه ديال النافع، غادي نحتاج معلقه ديال حبه الحلاوه. الناس اللي ما بغاوش يديروا حبه الحلاوه فما يديروهاش. وكذلك غنحتاج مسكه حره اللي دقيتها شويه مع سنيده. غادي نحتاج خميره كيماويه معلقه صغيره. غادي نحتاج دامه ديال الزعفران، بالنسبه لي انا فكنخدم بالدامه ديال الزعفران. غادي نحتاج قليل من الخميره ديال الدار، شنو. غادي نحتاج نص كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. كاين الناس اللي كيبغيو يضيفوا زيت الزيتون، فبالنسبه لي انا كنضيف زيت المائده. غادي نحتاج 2 معالق ديال الخل، اي نوع ديال الخل عندكم، وكذلك غنعجنها بالمزهر. وغادي نحتاج الملحه، وغادي نحتاج نص كاس ديال الزبده نوافيت. انا غنعمر به دابا الكاس ديال الزيت. فكنقصوا علينا يعني العمليه ديال الدليك. بالنسبه لهاد العمليه فبالنسبه لي انا فرا غنديرها دابا وتنرملو مزيان. غنخليه حتى الغدا، عاد غنضيف باقي المكونات. اولا ديروها ثاني هاد العمليه فديروها في الصباح وحتى العشيه عاد كملوا باقي المكونات بالنسبه للناس اللي عندهم الوقت. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت فغير يرملوها بحال هكا ويضيفوا باقي المكونات، وكنبقاو بحال هكا حتى كنرملوها مزيان، شفتوا. وملي نوركو عليها بحال هكا شو كي كتبان لكم بحال هكا، يعني بانها راه شاربه الزيت والزبده، راه شربتهم مزيان. فهنا غنضيفوا الملحه حسب الذوق.
غنحاولوا ندخلوها مزيان في الخليط. دابا ملي غندير غنخلوها ترتاح حتى الغدا ورجعوا لكم. دابا غنكملوا البقيه ديالنا تاع ديك البيضه، فغناخذوا غير الصفر ديالها. شوف غير الصفر ديالها لانه كيجي بالينا معلكه. الناس اللي بغاو يضيفوه يضيفوه، والناس اللي ما بغاوش فما يضيفوش. بالنسبه للبيض فكيدير لينا كشكوشه ملي كنكونوا كنقليو الشباكيه. دابا غناخذوا كاس، خديت كاس ديال الماء ديال الزهر، ذوبت فيه واحد دامه ديال الزعفران. يمكن لكم ديروا نتوما زعفران حر اولا ديروا كركم اولا ديروا الملون اللي يعجبكم. فغنحطها حتى تسخن ليا، وغنضيف لها هنا 3 المعالق ديال الخل، الخل الابيض او اي نوع ديال الخل عندكم.
ذهب لينا اللون ديالها، فنحيدوها ونديروها في العسل. فمجرد ما نحيدو الشباكيه شوف فنحطوها في العسل بحال هكا ونغطسوها. شوف نغطسوها بحال هكا. شوف وكما قلت لكم غنخليها تشرب العسل حتى تكمل عندي المقله الثانيه. فملي تبدا تحمر ليا المقله الثانيه نحيد هذه من العسل ونحطها هنا. شوف نتمنى ان الطريقه تكون مفهومه. هانتوما من بعد ما كملت شباكيه في القليان وعسلتها وخليتها خدت وقتها في العسل، فهذا هو الشكل النهائي. شفتوا؟ فانا رشيت عليها جنجلان، يمكن لكم ترشوا عليها رقائق ديال اللوز فكل واحد اللي يعجبه. فانا رشيت عليها جنجلان. شفتوا؟ وهذا هو الشكل ديالها. وشوف راه كذلك كتجي معسله. ها شفتوا العسل وكتجي مرمله. شفتوا؟ وكتجي كذلك مرمله. ودرت لكم جوج طرق ديال التشباك. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره. شفتوا؟ كتجي مرمله وزوينه. كنتمنى الشباكيه ديالنا ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره، وكذلك نبسط لكم الطريقه ديال التشباك ودرت عليكم جوج طرق اللي جاتكم سهله يمكن لكم ديروها. كذلك فانا درتها بالنسبه للناس المبتدئات، حاولت نبسط كما قلت لكم الطريقه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا خبر. فبالنسبه للمقادير فراهما مضبوطين 100%. شكرا لكم بزاف. شكرا لاي واحد متتبع القناه ديالنا. شكرا لاي واحد كيدير كومونتير زوين في حقنا وكذلك كيضغط على زر الاعجاب. شكرا لي بزاف. فهذه كما كنقولها ديما، فهذه قناتكم قبل ما تكون قناتنا. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره كنقول لهم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.